Allow us to take you on a memorable cultural adventure that will captivate your attention. The Yemeni Hadrami Orchestra, a hope out of the deep pain. بداية مشروع السيمفونيات التراثية اليمنية كان في 13 من إبريل من العام 2019 وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور. حضر الفن الحضرمي وحده دون منافس، والتي حرص فيها فريق العمل على تقديم سيمفونيات حضرمية خالصة مرافق لها لوحة فنية مزينة بالزي التراثي الحضرمي، حيث تم تقديم 6 مقطوعات موسيقية بقالب أوركسترالي حديث قدم فيه الفن الحضرمي بطريقة جديدة ومختلفة. لم ينتهي مشروع السيمفونيات التراثية في ماليزيا فقط، ففي 10 من مارس من العام 2022 ظهرت مجددا السيمفونيات التراثية اليمنية في بلد الفن والجمال مصر الحضارة والتاريخ تحت شعار نغم يمني على ضفاف النيل. مساء الخير لكل العالم من أم الدنيا مصر. وقف المايسترو محمد القحوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وبمعيته 120 عازفا أوركستراليا تراثيا، وبمشاركة أوركسترا دار الأوبرا المصرية وحضور جماهيري يمني كبير وجنسيات عربية مختلفة. يقال رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة، لكن رحلة السيمفونيات التراثية اليمنية تبدأ بنغمة. بهذه الكلمات انطلق الإعلان الترويجي الأول لحفلة السيمفونيات التراثية اليمنية التي تقدمها مؤسسة حضرموت للثقافة ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية والسفارة اليمنية في باريس تحت شعار نغم يمني في باريس. نحن على موعد فني جديد في 2 من أكتوبر من العام الجاري على خشبة مسرح موغادور بالعاصمة الفرنسية باريس. يهدف الحفل إلى إبراز الوجه الجميل لليمن وإبراز عراقته وتنوعه الثقافي والفني، وتعزيز التقارب والتبادل الثقافي بين اليمن وفرنسا والمجتمع العالمي، إضافة إلى تقديم مقطوعات موسيقية أوركسترالية مستوحى من الفنون اليمنية المختلفة، وتنفيذ عروض تراثية يمنية أمام أشهر معالم باريس مثل برج إيفل وشارع الشانزليزية. الجدير بالذكر أن المسرح الوطني الكويتي يستضيف الأوركسترا اليمنية في 18 من أكتوبر من العام الجاري بقيادة المايسترو محمد القحوم وفريق السيمفونيات التراثية اليمنية. محمد الراعي لبرنامج بتوقيت صنعاء، اليمن اليوم.